كل حكاية ليها بداية وليها نهاية، تيجي من موقف أو تتولد من ذكرى، وإحنا عشان نحكيها لك هنجيبها لك من على الرف. أنا راسيا سعادة، أهلا بيكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من على الرف. حاجات كتير في الدنيا حلاوتها كلها بتكمن في إنها تتساب زي ما هي كده على الحال اللي ظهرت وانتشرت وحققت نجاح بيه. إيدك تاكلك بقى على أي عملية تعديل أو بالبلدي كده تضرب فيها مفك، منصحكش. هتبقى عامل زي الكوتش في الماتش كده على الخط لما يلاقي الماتش ماشي تمام وكسبان وفجأة يقرر يتفزلك ويعمل تغيير مش مفهوم وهوب النتيجة تبوظ منه في لحظة. ومش شرط عشان حاجة ظبطت معاك مرة تظبط التانية. شيكابالا مثلا جابها في الشناوي وعلي لطفي، ولما حب يكررها تالت مع الشناوي في الدوري ما ظبطتش. مع بداية التسعينات فترة توهج شرايط الكاسات الكوكتيل اللي كانت تجمع نجوم شابة لسه بتشق طريق نجوميتها، ظهر لنا صوت مصري ممتع اسمه أحمد جوهر. أحمد خريج معهد الموسيقى العربية فرقة الإنشاد الديني، بالتالي إحنا قدام صوت قوي متمكن من طبقاته بشكل مميز. سنة 1991 شركة صوت الحب للإنتاج الفني والتوزيع أنتجت أول ألبوم ليها كوكتيل، واللي جمع أحمد جوهر بحميد الشاعري وكذا صوت كمان. من وسط كل أغاني الألبوم ده غنوة جوهر هي اللي فرقعت. جوهر غنى هات لي قلبك ده وأنا أقول له البعيد لازم نوصل له. كلنا وقتها قلنا بس ده احنا قدام مطرب هينافس ويستمر، وده حقيقي حصل على مدار 5-6 سنين متواصلين. كان لجوهر فيهم أغاني وكليبات وشرايط وكوكتيلات، على سبيل المثال للحصر: شبكني الهوى، أحداني، أوعدك، يا سكن العلالي، يا ملام الناس عليا. في الوقت بدل الضايع من التسعينات نزل لأحمد جوهر واحدة من أجمل ما غنى في تاريخه كله، علي العوض. كلمات مصطفى كامل، ألحان عصام إسماعيل. الأغنية من تيمة الصعبانيات والقهر، وده لون مفضل لدى المستمع المصري. مصطفى كامل كان بيملك قدرة كتابية فريدة في توصيف الصعبانيات بلغة سهلة الانتشار في مجتمع الميكروباصات المصري. شوف كده درش كتب إيه لأحمد جوهر: بعد ما قلبي عاهدهم باعوا وخانوا وعودهم، نسيوا كلامهم ليا، ظلموا وقسيوا عليا، شافوا معايا الهنا ومعاهم شفت الويل بعنيا. كلام كده تسمعه من كاسات ميكروباص طالع من موقف أحمد حلمي وانت ساند راسك على الشباك وسرحان بتفتكر صاحبتك اللي سابتك. مهم، يبدو أن نجاح الغنوة وانتشارها كان مغري جدا جدا لجوهر، اللي قرر إنها لازم تتحول فيديو كليب عشان تكسر الدنيا. ما هو إيهاب توفيق ومحمد فؤاد مش أحسن مني في حاجة، واحد عنده كليب ملهمش في الطيب والتاني كليب هنساك. كل محاولات عم جوهر مع شركات إنتاج فشلت في إقناعهم بإنتاج الكليب، غير إنهم نصحوه بلاش يا أحمد، سيب الغنوة وخليها في حالها، لكن هو كان مصمم يجر شكلها. وفي يوم صحي جوهر من النوم وقرر ينتج الكليب بنفسه. الراجل ماديا مش قليل برضه، بعد سنين من نجاح متواصل، عشان في نهاية المطاف وبصوت حفيظ دراجي يخرج الفيديو كليب للنور مع بداية سنة 2000. كعادة أي فيديو كليب في هذه الحقبة الزمنية بتكون الأغنية متصورة في سياق درامي مشوق. أحمد بقى قرر يجيب سياق حلو وجديد ومفتكس، حط الأغنية في سياق مصور لقصة فيلم رد قلبي. أحمد جوهر هو علي ابن الجنايني، وموديل الكليب هي أنجي بنت الباشا. وبعد ما شباب مصر وسواقين ميكروباصاتها ارتبطوا ذهنياً بكلمات الأغنية على قصصهم الشخصية، قرر أحمد يغتصب ارتباطهم الذهني ده بصورة علي وأنجي والبرنس علاء. طبعاً مش محتاجة أقول لكم الكليب فشل قد إيه، وخد طريقة نقدية في صفحات الفن في الجرايد والمجلات. منهم تصريح شهير لطارق الشناوي في مجلة روز اليوسف، كتب بالبنط العريض: علي العوض يا أحمد. بس يا سيدي، من بعدها اختفى أحمد جوهر في غياهب الجب لحد وقتنا هذا، اللهم إلا بعد الظهور على استحياء في برامج النوستالجيا. تجربة ملهمة وصورة حية لمصطلح إنه الإنسان عدو نفسه. وده يعلمنا بعد كده إنه لما إيدك تكلك على تعديل حاجة حلوة، خد بريك وافتح يوتيوب واتفرج على كليب علي العوض. ولحد هنا تخلص حكايتنا، هنستناكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من عرف.